السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم كويزين إكرام دي زد. إن شاء الله تلقاكم هذا الفيديو في أحسن حال وفي صحة جيدة إن شاء الله. جمعة طيبة مباركة على الجميع. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الوصفة الجزائرية التقليدية اللي هي الرشتة، محبوبة الجزائريين. إن شاء الله تعجبكم جميعا على طريقتي الخاصة. تقدروا تحضروها في المولد النبوي الشريف. كاين اللي يدير طعام، كاين اللي يدير الرشتة، كاين اللي يدير شخشوخة. كل واحد والعوايد نتاعو، كل منطقة وعندها عادة خاصة واش يدير في المناسبات. اللي أنا اليوم حبيت نشارك معكم هذه الوصفة اللي هي الرشتة على طريقتي الخاصة. على بالي راكم كامل تعرفوا ديروا الرشتة، كل واحد يديرها على طريقته الخاصة. إما اليوم حبيت نشاركها معكم على طريقتي أنا. كويزين إكرام دي زد. بلا ما نطول عليكم نبداو الوصفة على بركة الله ونقولوا بسم الله. واش عندي في هذه الوصفة؟ عندي كيلو نتاع الرشتة، عندي 3 طرف نتاع الدجاج. انا درت لي كويس وانتم ديروا واش تحبوا. عندي 3 حبات نتاع البصل، عندي حبه نتاع القرعه او لا كورجيت كما يسموه في بعض المناطق، عندي حفنه تاع الحميصه، عندي عود نتاع القرفه، شويه نتاع فلفل كحل، عندي 2 مغارف نتاع السمن. جبت لاكوكوط نتاعي وحطيت فيها ديك طرف نتاع الدجاج وضفت معاه 2 مغارف نتاع السمن و2 مغارف نتاع زيت المائده، وحطيتهم يتقلاو حتى يتحمر كامل هذاك الدجاج. باش نروحو نديرو المرحله الثانيه، نروحو نقطع البصل نتاعنا. انا البصل يا البنات قطعته شرائح، انا ما نرحش في هذه المرحله خاطرش لو كان ترحيو هذاك البصل يطلق كامل هذيك المرورة نتاعو. اما لا قطعوه جوانح حتى يطيب لنا كامل هذاك البصل نتاعنا باش نروحو نرحيوه. واحد التدبيره اللي يحب يرحي البصل بالاشواغ يقطر هذاك البصل كامل من الماء نتاعو، خاطرش هذاك الماء تاع البصل هذاك سورتو تاع الاحمر الماء تاعو مر. اما لا تجنبوا هذاك الماء تاع البصل باش ما يمرلكمش هذيك الرشته نتاعكم. وهنا كما راكم تشوفوا الدجاج نتاعي راه تقلى كامل. نحي هذاك الدجاج من هذيك الزيت ومن بعد نفرغ البصل اللي قطعناه جوانح ونفرغه فوق هذاك الزيت باش يتقلى تانيك هذاك البصل في هذيك الزيت نتاع الدجاج باش ياخذ كامل هذيك البنه نتاع الدجاج نتاعنا. وهنا كما راكم تشوفوا كملت نحيت هذاك الدجاج وحطيته في الطبسي، وجبت عود نتاع القرفه حطيته في هذاك الزيت، وجبت هذاك البصل اللي قطعته جوانح وحطيته في هذاك الزيت. ومن بعد نروحو نحطوها على النار باش حتى يتقلى لي كامل هذاك البصل باش نروحو نمرقوه، والماء طبعا يكون مغلي. وهنا كما راكم تشوفوا راني ندير شويه نتاع الماء باش يطيب لي هذاك البصل غير شويه، ما تكثروش قسم يطيب هذاك البصل برك. ونروح نغطيو هذيك لاكوكوط نتاعنا ونخليها يطيب هذاك البصل، ومن بعد نوليو المرحله الثانيه. وهنا بعد ما طاب لي هذاك البصل ما خذليش غير 5 دقائق وطاب لي تمتم. البصل كما تعرفوا كامل ما ياخذش الوقت بزاف. وهنا جبت بغا ميكسور ورحيت هذاك البصل نتاعي، والسر كامل راهو هنايا. كي ترحيو البصل نتاعكم تجي المرقه خفيفه وتجي لا كولور نتاعو تجي شابه. وانا كما راكم تشوفوا جبت الحميصه نتاعي. انا الحميصه ما درتهاش في الاول خاطرش طيبه نص طياب. توجور اذا عندكم الحميصه طيبه نص طياب ما تديروهاش في الاول. وهنا كما راكم تشوفوا راني ضفت الخضره نتاعي تانيك، ضفت حبه نتاع لا كورجيت هذيك، وضفت اللفت نتاعي بعد ما درت لها شويه نتاع القرفه وشويه نتاع فلفل كحل، شويه نتاع الملح. كي ديروا لهم هذاك لي زيبيس تجي الخضره نتاعكم تجي بنينه، خاطرش كيما تعرفوا كامل لا كورجيت واللفت صامتين. وهنا كما راكم تشوفوا راني رديت هذاك الدجاج اللي نحيته في الاول طب نص طياب برك، لازم نردو باش يكمل الطياب نتاعو. ونكمل نمرق هذيك القدره نتاعي. ديروا المرقه بزياده باش نشمخوا هذيك الرشته بالمرقه تاعنا. الرشته ما لازمش تتشمخ بالماء، لازم تتشمخ بلاصوص نتاعها باش تجي بنينه وتجي ما شاء الله.
وهنايا ندوق هذيك لاصوص نتاعي، اذا خصها شويه تاع الملح نزيد لها. وهنايا كيما راكم تشوفوا راني عمرت لا كوكوط نتاعي حتى الفوق. هنايا لازم نحي شويه تاع المرقه. اذا كنتوا عندكم لا كوكوط كيما هذه ما تعمروهاش حتى الفوق كامل، عندها وين تحبسوا الماء تاعها باش ما تصرالكمش الكوارث المنزليه. اما لا ما تغلقوش لا كوكوط وانتم تعمروها حتى الفوق. وهنا لازم تاخذوا بالكم من هذه التفاصيل. تشوفوها صغيره بصح هي تدير ديقات كبيره. اما لا خذوا ذلكم من هذه الكوارث، وربي يسترنا ويستر الجميع من هذه الحوادث المنزليه. وهنا كيما راكم تشوفوا راني غلقت لا كوكوط نتاعي ورجعتها للنار باش تكمل طياب نتاعها. وانا نروح نحل الرشته نتاعي. هذا الرشته نتاع الدار ليست اندستريال، مصنوعه باليد، جات ما شاء الله. ندير لها 2 مغارف ولا 3 نتاع الزيت ونحل هذيك الرشته نتاعي. وانا حطيت القدر على النار باش يغلي لي شويه نتاع الماء باش نفور هذه الرشته المره الاولى. هذه المره الاولى ما ندير لها والو. وهنا كيما راكم تشوفوا جبت الكسكاس نتاعي وحطيت هذيك الرشته فيها ونروح نحطوها على القدره باش تفور لي التفويره الاولى. ما فرت هذيك الرشته حليت لا كوكوط ونحيت شويه نتاع المرقه باش نشمخ هذيك الرشته بهذيك المرقه اللي طابت. هنايا المرقه تاعي راهي طيبه. واحد الملاحظه يا البنات، كي تشمخوا الرشته نتاعكم ديروها غير بلا بانس هكذاك باش ما تحرحروش هذيك الرشته نتاعكم، باش تبقى هكذاك مطلوقه. ما تقطعوش هذيك الرشته نتاعكم، ما لا ما تحركوهاش بزاف باش ما تقطعوش هذيك الرشته، باش تبقى هكذاك مطلوقه وتجي الرشته نتاعكم تجي المنظر نتاعها يكون شباب. وهنايا نخلي الرشته نتاعي باش تتشرب كامل هذيك المرقه باش نولي لكم باش نروحوا نفوروها للتفويره الثانيه. وهنا شوفوا كيفاش جات هذيك الرشته مطلوقه. بعد ما خليت هذيك الرشته نشفت لي بهذيك لاصوص، شفتها خاصها شويه تاع الماء، جات ناشفه شويه، دونك لازم نزيد لها شويه تاع لاصوص باش ما تجينيش ناشفه هذيك الرشته، باش ما تشرب لكمش لاصوص بزاف كي تسقيوها في الطبسي نتاعكم وتجي بنينه. كي تجي مشربه في الاول تجيكم الرشته نتاعكم تجي بنينه. وهنا بعد ما نشفت هذيك الرشته نتاعي نجيب الكسكس ونردها باش تفور للمره الثانيه. وهنا كما راكم تشوفوا الرشته نتاعي راهي مشربه الله الله وماشي مقطعه، جات ما شاء الله. نرجع الرشته نتاعي على النار باش تكمل التفويره نتاعها للمره الثانيه ونولي لكم باش نكملوا الخطوات الاخيره. الرشته تاعي راهي حطيتها باش تكمل التفوار نتاعها. وانا نحيت هذاك الدجاج ودرت له دهنته بشويه تاع لا مارغرين باش نحمر هذاك الدجاج في المقله. وانا جبت 2 مغارف نتاع السمن وحطيته في هذيك لاصوص باش ندهن هذيك الرشته. هذه هي الطريقه نتاعي باش ندهن بها الرشته، كل واحد والطريقه نتاعو، وكل طرق صحيحه وكل طرق بنينه، بصح كل واحد والطريقه نتاعو. ما كاش حرج كي يجرب واحد طريقه اخرى. وهنا كيما راكم تشوفوا راني نحيت كامل هذيك الفراره نتاع المرقه وندهن بها هذيك الرشته نتاعي باش تجيكم الرشته نتاعكم تجي مدهونه وتجي طريه، تجي ما شاء الله وتجي بنينه. ان شاء الله تعجبكم الطريقه نتاعي وتجربوها كامل. اذا عجبتكم الطريقه نتاعي اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش بهذاك الجنب باش تطلع لا فيديو نتاعي، وما تنسونيش بالتعليق شباب حلوين كيما نتوما. أما الآن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأترككم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة إلى فيديو آخر إن شاء الله. عليك اللهم غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى، يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا، نفديك بالأرواح وهي رخيصة، ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا.